يعني شو حسيت يوم غير بالعالم؟ يسعد لي مساكم وكل اوقاتكم يا احلى صبايا. طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انتم عم تحضروا الفيديو اليوم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم هيك مليان شغلات كتيرة. كان نهار الله طرح فيه البركة بالوقت، لأنه عن جد صار فيه كتير شغلات. مثل ما شفتوا أول شي رحت وديت ابني على الجامع، سجلته بالجامع جنبي. عم يعملوا شغلات حلوة مبدئيا، يعني عاجبني الوضع معهم. معظم الجوامع بتركيا بيعملوا مثل دورة صيفية. حلو انه عم يعلمون الأحرف وهيك. هلا أنا ابني مخلصهم، بس يعني عم يصير معه مثل مراجعة لحتى ما ينساهم. وبنفس الوقت بفضل انه الطفل من هو وصغير هيك يروح على الجامع يشوف الأجواء، هيك بحس هو براحة نفسية. يعني وقت اللي عم يفوت بيقول لي انه يا الله كتير حلوة القعدة وهيك. بعدين هيك مثل ما شفتوا رجعت على البيت وشربت قهوتي مع جارتي، وبعدين طلعت قلت بدي احضر الغداء. اليوم عندي مشوار المساء، وبنفس الوقت زوجي رح يوصل بكير، فقلت رح احضر الغداء مشان هيك بيجي بيكون الاكل جاهز. اليوم بدي اعمل شاكرية، هي من الاكلات المعروفة عنا بالشام. مثل ما شفتوا أول شي حطيت اللبن مع كاسة حليب، وبقلب الحليب حطيت النشا. هلأ أنا بحب حط كاسة حليب للبن، بيعطي هيك قوام كريمي، وبتحبوا بتضيفوا كمان بيضة. أنا ما كان عندي بصراحة فحطيت نشا والحليب بس، كمان بيعطي قوام كتير حلو، والملح. بعدين رفعتهم على الغاز وبضل بحرك اللبن لحتى هيك يجمد شوي. بهالوقت كنت سالقة اللحمة، ضفت اللحمة وهيك بس يسمك اللبن منيح بنحط اللهم صل على النبي مرقة اللحمة للبن لحتى هيك يعطيكم القوام المتوسط، يعني لا يكون كتير جامد ولا بنفس الوقت كتير مريء. بعد ما سقطت اللحمة تركتها هيك تاخد غلوتين مع اللبن لتاخد نكهة، وبعدين سويت الرز جنبها. هلا في عالم بتحط جنبها البرغل بشعرية أو الرز بشعرية، يعني الاثنين ظريف. الحمد لله رب العالمين. بهالوقت طلعنا اليوم في عيد ميلاد بنت رفيقتي، طالعين لعندها. فهيك نحن وطالعين أخذت تايم لحتى يختار الهدية. حابب يجيب لها لعبة، يعني بعيدا عن نوع الألبسة أو أي هيك هدية تانية، جا عباله يختار لها لعبة. ففتنا على محل واختار لعبة هيك لذيذة وبنفس الوقت تكون مفيدة لعمرها. قلك هاي حلوة، بس كيف بدها تفوت؟ هيك بحطوها بقلب توصل للدائرة. خليني أنا أشتريها لإلي. بجيب لك وحدة إلك. طيب هاي شو رأيك فيها؟ مو حلوة؟ حلوة. وانا تنبسط فيها جوجو؟ تنبسط. يلا بنلعب أنا وياها، بنقلها افتحي لحتى نلعب. يلا تفضل. وهيك لما وصلنا كانت محضرة كل شي، الله يسلم ايديها يا رب. كانت هيك سفرة كتير حلوة وكتير لذيذة، الأكلات فيها هيك منوعة، شغلات عملتها على ايدها وفي شغلات جاهزة كتير. كان كل شي طيب، والكيك شكله كتير حلو. عاملة هاد التشيز كيك بالأوريو وباللوتوس وبكتير شغلات، يعني بكتير نكهات. وبنفس الوقت هاد الميني برجر كمان كان كتير طيب. كان يعني كل الأكلات طيبة، يسلم ايديها يا رب، وإن شاء الله هيك بتفرح فيها وبنجاحاتها بإذن الله.
كانت قعدة كتير حلوة، انبسطوا كتير الأولاد. تعرفوا هيك الأولاد بيحبوا أعياد الميلاد وهيك شغلات وبيجتمعوا، خصوصي إنه معظم الأولاد اللي كانوا هن كلياتهم كانوا رفقات وبنفس الروضة قبل، فهيك قعدوا عملوا رقصات كانوا يرقصوا عليها قبل يعني بالروضة اللي كانوا فيها سوا، فكان الوقت كتير حلو لإلهم. الحمد لله كتير انبسطوا، الله يحميهم ويسعدهم يا رب. هيك سكبنا للولاد وقعدوا مع بعضهم هيك ياكلوا ويتسايروا ويحكوا، نحن كمان هيك قعدنا وكل وحدة هيك سكبت صحن وقعدنا. كانت عاملة ولاء هذا الحلو كتير، كان طيب عن جد يسلم ايديها. واخر شي ختامها مسك مع فنجان قهوة مع قطعة الكيك. واو واو واو، سلم ايديك يا جوليا. إلى ثانك يو لجوليا. أكثر فقرة بيستنوها الأولاد هي فتح الهدايا، بالإضافة لفقرة تطفاية الشمعة يعني، بس هيك بيستمتعوا كتير وقت بيتفرجوا على الهدايا سوا. فهيك كانت كتير مبسوطة، الله يحميها يا رب. وهن هيك الأولاد قاعدين عم يتفرجوا عليها كمان كتير كانوا هيك مبسوطين وعم يستنوا الأكياس لحتى تنفتح. الله يحميهم يا رب ويبعث لهم أيام حلوة. كتير حلوة. شو هي ترى؟ هي لازم تحسي تلعبي انتي وحدا ولازم يقلك شو محطوط على الكتاب. بهذا اليوم مثل ما شفتوا كان يوم لحتى نجتمع بكل الناس اللي بنحبهم، فهيك اجوا زارونا بيت خالتي بحكم انه زوجي رجع بكير يعني، فهيك اجوا سهروا عنا. كانت قعدة كتير حلوة. فأنا مجهزة من قبل بيوم الفول ناقعته، عرفانة إنه جاييني ضيوف، فمثل ما خبرتكم إنه بدي ساوي فول نابت، فهيك جهزته وسخنته على نار هادية. وبعدين قدمت القهوة المرة أول شي. بهالوقت كانوا هن جايبين معهم هيك بطيخة يسلم إيديهم، فقطعتها وحطيتها بالبراد لحتى هيك تبرد وناكلها باردة يعني. ولحتى تكمل الأجواء الشتوية كان بهاليوم نازلة المطر على فكرة ونازلة درجة الحرارة، فهيك قلت يلا الفول النابت ظريف بهذا الوقت، ما في برد بس هو عموما أجواءه بتكون بالشتاء أكتر. بس كمان هيك انبسطنا يعني، في هيك تذكرنا الأعياد بسوريا غالبا كان يتقدم جنب الحلو كمان بالعيد الكبير يكون في فول نابت. فهيك جهزت البهارات أو التبلة اللي بنحطها على الفول النابت، حطيت الملح والكمون وحمض الليمون وهيك خلطتهم كتير منيح، وبعدين حطهم بهدول الصحون ورش على وشهم، وقدم كمان هيك صحون صغيرة جنبهم للي بيحب يضيف من البهارات. هلا أنا للأمانة أول مرة بسلق فول نابت، يعني ما في بالعادة أعمله، بس هيك هالمرة هيك اشتهيناه وقلت بجرب. هلا طلع كتير طيب وظريف، بس قالولي إنه كان لازم أحط رشة حمض الليمون هو وعم ينسلق لحتى يطلع لونه أفتح من هيك، فقلت خلص المرة الجاية إن شاء الله فأنتو لحتى يطلع هيك لونه أفتح حطوله هيك رشة حمض الليمون ويطلع لونه ظريف.
تذكرنا كيف كان بسوريا جنب كل مدرسة يبقى يكون في اللهم صل على النبي عرباية فول نابت، يعني بيكون فيها الفول عم ينسلق وهيك سخنة. وبنفس الوقت هيك على جبل قاسيون بسوريا كان كتير في كمان عربايات الفول، وخصوصي هيك على برودة المساء كانت تبقى هيك كتير طيبة. الله هيك يا رب يرجعنا لبلدنا هيك على خير، وهيك نرجع لهالذكريات الحلوة. شو أطيب شي جنب الفول النابت يا حضركم؟ اللي هي كاسة المرقة هيك كمان مع البهارات نفسها، هيك حطيت الملح وكمون وحمض الليمون وهيك قدمتها كمان كتير طيبة. وهيك كانت قعدتنا كتير حلوة، هيك مليانة قصص حلوة وشغلات، يعني هيك سبحان الله الجمعة لحالها هيك بتحسوا بتنرد روحكم فيها. فهيك كان يوم كتير حلو، كان يوم كتير طويل، يعني من الصبح مثل ما شفتوا هيك، وأنا طلعت برات البيت لشفت جارتي وعيد الميلاد، وبعدين زارتنا خالتي. فهيك كان يوم كتير حلو مليان باجتماعات واستقبالات وزيارات هيك الناس اللي بنحبها. دائما الحمد لله رب العالمين على هي الأيام اللي هيك بتمضى بأنه بيكون فيها فعاليات حلوة وبتسعدكم. بهاليوم تذكرنا كيف كنا بالشام في نظام معين يبقى بالعيد، أول يوم عند أكبر حدا بالعيلة الكل يجتمع عنده، وتاني يوم عند حدا، وطبعا بعد ما يخلصوا الزيارات يطلعوا لمشوار معين. يعني بعد ما يخلصوا معايدات الشخص يلي إنه هو بهذا اليوم هو بالبيت، بيطلعوا الكل وبيجتمعوا إما بمطعم أو بمنتزه أو بكافتيريا. يعني ما بيخلى كان العيد أبدا إلا يعني من الزيارات العائلية، وبنفس الوقت من المشاوير اللي لبرات البيت. يعني كان هيك سبحان الله الأيام كانت كتير حلوة، كانت مليانة بالشغلات والمشاوير اللي كتير حلوة، بالفعاليات كمان اللي كتير حلوة اللي يتخطط لها حتى من قبل العيد. فهيك يا رب الله يرجع هاي الأيام، عم نحاول قدر الإمكان نكون لو بالغربة نعمل لو جزء بسيط منها، لحتى الواحد هيك يحس حاله نوعا ما عامل أجواء للعيد. لهون بكون وصلت معكم لآخر الفيديو، ما تنسوني من دعمكم باللايكات، بحبكم كتير، بشوفكم الفيديو جديد إن شاء الله، وهلا بلكم، سلام.